السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معي في فيديو جديد على القناة. إن شاء الله تكونوا بخير ويلقاكم هذا الفيديو بألف صحة وعافية يا رب. في فيديو اليوم جيتكم بهذا المسكوت واللي بزاف 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 ساهل، مكونات اقتصادية وتكون متوفرة ويتحضر في وقت قصير. يعني عندي مدة من اللي غبت عليكم، حتى نسيت انه عندي قناة ولازم نكون متواجدة معاكم فيها. المهم كنت حتى حضرت هذا المسكوتشو وقلت نطلع عليكم ونسال اعلى حوالكم. المهم اللي كنت حطيت فيه حوالي 3 حبات بيض وكاس الا ربع سكر. راح نضربوا هذه المكونات مع هذه المكونين مع بعض هكذا. ضربوا ضربوا ضربوا، يعني تحتاجوا لهنا الضراب الكهربائي. تبقوا تضربوا 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 غاية حتى هذاك السكر كامل يتحل، ومام هذاك اللون تاع البيض يتغير ويلكم قريب ابيض هكذا. مهم لكم رغاوي. راح بعدها نضيفوا الزيت راح نحطوا كاس كامل ونبقاو نضيفوا فيه بالتدريج. والله الا توحشتكم انا هكا كي نغيب على القناه، كي نخرج هكا من الدار نروح هكا نضيف ولا ننسى انه عندي قناه نهائيا. نسيت اصلا نسيت. هذا الفيديو عنده مده في التليفون، كي جيت كنت نحط لها نعمل مونتاج ونطل عليكم هكذا. قلت لكم تبقاو تضيفوه في الزيت غير بشوي 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 حتى يتقال معكم هذا الخليط. يعني شوفوا هذا لهنا تضرب هو اللي راح يعطيكم قوام تاع المسكوتشو تاعكم بزاف بزاف هايل، ويجي متقب من الداخل وخفيف خفيف خفيف بزاف. هاكا تبقاو تضيفوا فيه غير بشويه، وفي نفس الوقت انتوما راكم تضربوا هذاك اللون تاع البيض تاعكم راه يتغير هكا، يولي لكم هكا مرغوي قريب ابيض. هاك تبقاو تضيفوا فيه غير بشويه وقلتلكم في نفس الوقت. وديما نقول لكم بنفس الكاس، يعني ما تقيدوش كيفاش نقولوا بالكاس تاعي. يعني كل وحده وكاسها، وكل وحده والحجم تاعها. على بالي ديما نقول لكم نفس الكاس خدموا كامل، حطوا بيه تقريبا كامل المكونات. يعني هذا حطينا منه السكر كاس الا ربع، وحطينا نفسه الزيت هكذا. ومن بعد اضفت مبشور قشور البرتقال، تنجمو تعوضوه بقشور الليمون هكذا. مهم يدي هذيك النكهه تاع البيض ويعطيكم بنه شابه. ولهنا اضفت الفرينه، والفرينه ديما نقول لكم غربلوها وضيفوها بالتدريج. يعني لهنا ما كنتش مغربلتها، كنت نغربلها نيشان كي نجي نخدم هذا المسكوتشو. حطيت حوالي كيسين خميره الحلوى وغربلتهم ضربه واحده. يعني في 3 حبات بيض حطيت كيسين خميره الحلوى. يعني ما حبيتش هذا المسكوتشو يجيني طالع بزاف هكذا. راح نغربلوها. قلت لكم الفرينه ديما نقول لكم نضيفوها غير بالتدريج. ولهنا راح نحط الضرب اليدوي الكهربائي على جنب وندرب غير باليدوي هكا. تبقاو تضربوا وتشوفوا القوام تاع العجينه تاعكم، يعني تبقاو تضيفوا غير بشويه. ولهنا اضفت ملعقه عسل. شفتوني السكر ما كثرت على بها، اضفت باش هكا. شوفوا العسل يعطيكم يغير المذاق تاع هاد المسكوتشو تاعكم. ما هكذا تبقاو تضيفوا غير بشويه. ولا انا شفت هاد القوام تاع المسكوتشو تاعنا محتاج ملعقه فرينه هكا. اضفت ملعقه. المهم هكا تبقاو حتى تشوفوا الخليط هذا تاعكم اتقل. يعني كي ديروا هكا 8 صاي تعرفوا انه صاي ما راهش محتاج الفرينه. لهنا جبت المول تاعنا اللي كنت دهنته بالزيت وحطيت عليه الفرينه باش ما يتلصقش، وخليت الباقي هكا غير شويه. يعني حاول غير شويه، مهم ماشي بزاف. لهنا راح نضيف عليها ملعقه كبيره كاكاو هكذا. حاولوا ديروا من هذا البني اللي ما يجيش مر هكذا. ولهنا خلطت المهم هذيك العجينه تاعنا قلت لكم اضفت لها ملعقه كاكاو. وراح نضيف لها، شوفوا لهنا شفت الخليط تاعنا اتقال. راح ضفت حوالي ملعقه وملعقتين حليب حتى يخفف لنا هذا الخليط. وراح نضيفه على الخليط الاول هكذا بهالطريقه. ويعني لهنا تنجموا تتخلاو على الكاكاو وتضيفوا الشوكولا هكا. اي شيء نوع من الشوكولا ذوبوها وضيفوها على هذاك الخليط تاني يعطيكم واحد البنه بزاف 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 هايله هكذا. ولا نحاولوا تعملوا اي شكل هكذا. انا حاولت ندور هكذا بهالطريقه باش تجيني هاد الشوكولا تكون هكا. يجيني الشكل تاع هاد المسكوتشو تاعنا مزيج ما بين الابيض والبني، يعني ما بين الشوكولا
والمسكوتشو عادي. راح نحطها في الفرن اللي يكون مسخن مسبقا. نطفي من الفوق ونخليه مشعل من الأسفل حتى يتخمر كامل ويطيب هكا ويتحمر من تحت. نشعلو عليه من الفوق ونخلوه ياخد تحميرة هادي ونخرجه. بعد ما خرجته يكون هكذا بهذا القوام. راح نزينه بالشوكولا. والتزيين ديما نقولكم يبقى اختياري. زينوا بالشي اللي يكون متوفر عندكم. اللي هنا ذوبت الشوكولا تاعنا فوق حمام مائي وضفت لها حوالي ملعقتين زيت. ومن بعد لهنا جبت كاوكاو اللي كنت طحنته وزينته. ديما نقولكم ما تتقيدوش بالتزيين اللي نديرو انا. حاولوا تزينوا بالشيء اللي يكون متوفر عندكم. هكذا راح نقسم معكم نشوفوها مع بعض. يعني القوام تاعها جا بزاف هايل. من في المذاق جا مختلف تماما. يعني هذيك ملعقه تاع عسل تعطيه بنه واخت اخرى ما تعطيكمش هذيك البنه تاع المسكوتشو العادي. يعني سهل في التحضير. أنا هذا المسكوتشو نحب نحضرو لقهوة العصر. شوفوا القوام تاع الكيك تاعنا شو تاع المسكوتشو تاعنا كيفاش عامل. شي بزاف هايل. قلتلكم وهذيك الشوكولا هذيك الكاكاو تجيبو تعوضوه بالشوكولا العاديه تذوبوه وتضيفوه على العجينه تاعكم. وصلنا لنهايه هذا الفيديو. شكرا لكم بزاف على المشاهده. الى فيديو اخر ان شاء الله ومع السلامه.